السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم حفيظة. من طبيعة الحال الطبيلة ديال العيد ما تحلاش الا ما كانوش الرغيفات ديال العيد، وهاد الرغيفات هادو كيجيو هشاش، كيجيو بنان، كيجيو كيدوبوا في الفم، كيجيو مقرمشين. ومن طبيعة الحال الا بغيتو تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. كنحتاجو ربعة ديال الدقيق ما يعادل زلافة، وغادي نحتاجو الحليب، يمكن لكم تضيفوا على حساب الدقيق واش كيشرب. غنحتاجو شويه ديال النافع، شويه القرفه، شويه الملحه، غنحتاجو مسكه الحره، وغنحتاجو فانيلا وحده. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. يمكن لكم ديروا واحد الرشه ديال الكوزه. غادي نحتاجو 40 غرام ديال الزبده دايبه ما يعادل 3 المعالق حتى 4 ديال الزبده. خميره الحلويات نصف ملعقه. صافي غادي نخلط المكونات كاملين، درت النواشف كلهم وزدت عليهم الزبده، خلطت كلشي مزيان وبديت كنزيد الحليب شويه بشويه. ونسيت ما ذكرت لكم ما زهر ضروري كنحتاجو واحد 3 المعالق. بالحليب راه ماشي كنحتاجو غير كاس، على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، وبالتالي ممكن تحتاجو كاس لاروب، يمكن لكم تحتاجو كاس او كتر على حساب الدقيق. كنعجنوا العجينه ديالنا عادي مره مره، كنضيفوا الحليب على حساب الحاجه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. بالنسبه للعجينه هي هذه، راه ما كتاخذش الوقت بزاف وما كتدلكش بزاف، غير كتحركوها هكا شويه باش يلا دوك المكونات كيتخلطوا مزيان مع بعضياتهم. صافي وكنديروها كويرات، انا قسمتها على 4 ديال الكويرات. صافي بعد ما كملتهم كاملين كنبدا نطلق كل وحده بوحديها. هاد العمليه هادي راه ما كتاخذش بزاف، ما بين العجينه وهكا فاش كنوجدوهم تقريبا ربع ساعه. بعد ما طلقنا العجينه ديالنا كنديروا واحد الكميه ديال المايزينا، تقريبا 2 معالق ديال المايزينا. قد ما كثرتو قد ما مزيان، ما تخافوش يطلقوا يديكم بالنسبه للمايزينا باش كيجيوكم هشاش وكيدوبوا في الفم. بعد ما وزعنا مايزينا صافي كنبداو نجمعوهم بحال كنجمعوا الزريبيه، كنروليوهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ما تخافوش يتلصقوا ما حتى شي حاجه، لان الدور ديال المايزينا هو هذاك، يعني باش كيتحلوا كيجي كيف الصوره، كيجيو كلهم محلولين. يعني ملي كتقلاو راه كيتحلوا ديك الساعه، ملي كنرميوها في الزيت كيتحلوا كاملين وكيجيو زوينين. صافي بعد ما كنساليوهم بهذا الشكل هذا، دابا كنجيبوا المدلك وغنبداو نطلقوهم شويه بشويه. ما تخافوش، غير رقوهم مزيان، ما تخافوا والو، راه ان فوا كيتقلاو كيتحلوا كاملين. صافي كنبقى مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. غادي نجيبوا الموس ونبداو نقطعوا بهذا الشكل هذا. كديروا مربعات صغار او على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم ديروهم كبار، يمكن لكم ديروهم صغار، على حسب اشنو بغيتو نتوما. بهذا الشكل كيف كتشوفوا غادي ناخذ العبار هكا باش كيجيوني كاملين قد قد، او يمكن لكم تقطعوهم نيشان الا كان ماشي مشكل، يعني ديروهم مخلطين ماشي مشكل. انا درت النص بحال هكا، النص درتو صغير النص درتو كبير، على حسب الوليدات كيبغيو شي حاجه صغيره، وصراحه كيجيو زوينين ملي كيكونوا صغار. بالنسبه للربعه ديال الدقيق راه كتعطيكم كميه كثيره، وانتم يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا على حسب الرغبه. بعد ما ساليناهم كاملين كنحطهم هكا ماشي مشكل، واخا كنحطوهم شي على شي راه ما كيلصقوا ما والو. دابا غادي نديرو الزيت. بعد ما سخنت الزيت مزيان نقصت عليها العافيه بزاف، او يمكن لكم كاع تطفيوها حتى كتوضعوا هاد الرغيفات هادو. عادي يمكن لكم تشعلوا العافيه، او الا كنتو نقصتوها بزاف عاد كتزيدوا شويه، لانهم دغيا كيتحمروا وما غاديش يجيوكم مقرمشين من الداخل الا كانت العافيه مجهده.
كطيبوهم كي كطيبوا الشباكيه. صافي مره كنبداو نقلبوهم حتى كنحصلوا على اللون الذهبي، على اللون اللي بيتو كيبان لكم بلي راه مقرمشين وطايبين حتى من الداخل بهذا الشكل هذا. صافي كنشدوهم كنطفيوهم في العسل. بالنسبه للعسل ما كيكونش كتير، وان فوا كنوضعوهم في العسل كنعاودو نحيدوهم ديك الساعه باش ما كيشربوش لكم العسل بزاف. وراه ملي كتصفيوهم راه كيطلقوا العسل وكتعاودوا تزيدوا العسل، هذاك العسل اللي غادي يطلقوا على العسل هذا. كتبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كتكملوهم كاملين. انا زينتهم باللوز ايفيلي، يمكن لكم عفوا تزينوهم بالزنجلان، يمكن لكم تخليوهم كيف ما هما، راه كيجيو زوينين بزاف. ونتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. من طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي باقي ما تابونوش عندي في لاشين. مرحبا و100 الف مرحبا. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوهم كاملين. وهذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا. درت النص بلا حتى شي حاجه، والنص الاخر درتو باللوز ايفيلي، وراه كيجيو غزالين، كيجيو هشاش. كنتمنى انكم تجربوهم. ومن طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشاركونا تعليقاتكم وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم.